إلى ما تتجه الاضطرابات في لوس أنجلوس بعد فرض حظر التجوال، وما تزال الحشود تقف على أطراف المدينة رغم هذا الحظر؟ ترامب يدافع عن إرساله الحرس الوطني إلى المدينة، وقال إن لولا إرسال الحرس الوطني لكانت قد محيت. من ناحية أخرى 22 ولاية أصدروا بيان مشترك برفض إرسال ترامب للحرس الوطني. ما تزال الأمور مشتعلة، وما تزال حملة الاعتقالات قائمة، وهناك حملة من الهجرة أو منظمة أو المسؤولين عن الهجرة بالمرور بعربات على المساجد وعلى دور العبادة بصفة عامة والمدارس لالتقاط المهاجرين المخالفين. وحتى الآن هناك اعتقالات للمئات. شملت هذه الاعتقالات حتى من الدول الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية مثل فرنسا وغيرها. ما تزال الأمور غامضة حتى الآن، وربما تتسع، لأن هناك أنباء عن أن هناك ولايات أخرى مثل كانساس انتقلت إليها العدوى بالتظاهرات. وترامب قال إن المتظاهرين استخدموا القوة واستخدموا العنف ضد قوات إنفاذ القانون، وهذا غير مسموح به إطلاقا، وسوف يتم محاسبة كل من قام بهذا العمل، لأن ذلك سوف يؤدي إلى محو المدينة على حد تعبيره الذي أدلى به. وما زال وقال أنه ربما يرسل المزيد من قوات الحرس الوطني لتهدئة الأمور وعودة الأمور إلى سابق عهدها من الهدوء. ولكن كما نرى أن المتظاهرين في حالة من الغضب، وربما ننتظر لنرى ماذا سيحدث. هل ستهدأ الأمور أم أنها ستتطور إلى الأكثر والأعنف في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية؟